متخيلين معايا بنت تصحى من النوم تلاقي نفسها بقت ولد؟ يا نهار ما طلعت له الشمس. صدقوني ده اللي حصل مع بطلتنا حتة السكر. اسمعوا الملخص للنهاية علشان تفهموا الحكاية، ولو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة، ولو عجبك الملخص ما تنساش اللايك. يلا بينا نبتدي. بتبدأ القصة مع يون حتة القشطة ده اللي قاعد يتفرج على صوره مع حبيبته كيم ومشتاق لها، وفجأة بيدخل عليه غريب ولسه بيقول له احنا خلصنا شغل، بيطلع له كارنيه حبيبته كيم وبتقول له انت مش عارفني يا بيبي، انا حبيبتك كيم. فبيضحك يون اظبط ياض وتعدل حبيبة مين، والواد عينيه كلها دموع والنبي يا يون انا كيم. وبنرجع فلاش باك لبطلتنا وهي بنت، وبيكون عندها لقاء مع دار النشر وبتقول لهم ان افضل كتاب بالنسبة لها اسمه نهاية الكون، وان حبيبها بيدرس علم الفلك وهو اللي عرفها عليه. ولما بتخرج بتلاقيه مستنيها والكيوت جايب ورد وينهر نحنحة، وكمان بيطلع لها شبشب من الشنطة علشان تلبسه بدل الكعب اللي هيجيب اجلها ده، فبتدي له حضن ويا ولاد عيب كده انتوا في الشارع. وبعدها بنشوفه بيذاكر وفجأة بياخد باله انه معصعص، فقال ده انا اقوم العب رياضة بقى، ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تعب. قام يسأل اخته مش حاسة ان كتافي بقت عريضة؟ قالت له حاسة انك عايز تعمل بيبي. وبيكون بطلنا شغال في كافيه وفجأة بيشوف صاحبة المكان اللي بتقعد تتكلم معاه عن امها اللي صممت الكافيه وسمته على اسمها اما كيم، فبتروح بيت صاحبتها يوري اللي بيكون شبه مقلب الزبالة، وبتلاقي يوري قاعدة في الدولاب بتعاقب نفسها لانها مؤلفة وما كتبتش ولا كلمة. ولما بيقعدوا بتقول لها انها هتروح رحلة يومين مع يونا وانه جاهز كل حاجة عن الرحلة دي، فبتديها حاجات للمتجوزين. فقالت لها عقلك راح بعيد خالص، لكنها اديتها لها خليها معاك يمكن تحتاجيها. وتاني يوم بتلاقيه جاي لها بعربية فخمة سارقها من دي يا يونا، قال لها انها عربية صاحبة الكافيه ادتها له لما عرفت انه رايح رحلة، وبيفتكر الديل اللي عمله مع رئيسته وانه هيعرفها على شاب وسيم وبيوريها صورته. وبنشوفه بعدها في البيت بيحضر الهدية اللي جابها لها اما كيم فحتى ماسك وعاملة فيها الرجل الاخضر وبتروح تنام. وتاني يوم بيقعد يون يفطر مع اهله وابوه بيقول الدعاء قبل الفطار، ويا رب يحمي ابني وحبيبته، يا رب وفاهم في رحلتهم ويقضوا وقت ممتع. قولوا امين. يا حاج دول متصاحبين مش متجوزين. وبيحاول يون يكلمهم يا جماعة انتوا فاهمين غلط، لكنهم قاصدين يتجاهلوه، فبيطلع مستعد للرحلة. اما يون فبتقوم منهم وفي الحمام بتشيل الماسك فبتتفاجئ انها بقت ولد. وده حلم ولا علم يا ربي؟ وبتغسل وشها وبتقول اكيد ده حلم وبتضرب نفسها علشان تصحى. وفجأة بتدخل اختها الحمام ويا نهار راجل وبترشه بالشطافة، والنبي ما تأذيني ده انا غلبانة. ولما بتبصله بتتسحر بجماله، فبيقول لها انا اختك يا غبية والنبي تصدقي، وهي اكيد ده حلم هتبوسها بقى قبل ما اصحى. وحاول يفهمها ان اختها لكنها ما صدقتش وخرجت بسرعة. ولما قعدوا بتقول لها انت غبية ومش حاسة بالمصيبة اللي انا فيها، فبتقول له يا عم انت ازاي تكلمني كده وانا اول مرة اشوفك؟ فبيقوم يوريها الوشم اللي على كتفه واللي راسمينه سوا، وبتسأله اختها ازاي الوشم ده على كتفك. وبعد شوية بتقول لها انا مش قادر استحمل وبتقرب لها، فبتقول لها بعيد عني يا متحرشة انتي، وبتعرفها انها محصورة عايزة تتبول والنبي تساعديني اعملها ازاي دي. وبعدها بتقابل اخت كيم يون وبتقول ان اختها كيم مريضة جدا ومش هتقدر تروح الرحلة، فبيبقى قلقان جدا عليها لكنها بتوزعه بالطريقة ومع السلامة انت بقى. وبتقعد كيم حزينة جدا ووحشها يون حبيبها، وبتبقى منهارة مش عارفة ترجع بنت ازاي. وتاني يوم يون بيروح يجيب اكل وبيسيبه قدام بيتها وبعدها هدية، وما زهقش برضه تاني يوم يجيب لها وردة. وبتدخل اختها وبتقول لها صرحي باللي حصل، وفعلا بتتجرأ وبتروح له وبتسأله يون انت تعرفني؟ فبيقول له انا حبيبتك كيم. فبيضحك يون انت مجنون ولا شارب حاجة؟ فبتوري له كل الورق بتاعها وبتقول له الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت اني بقيت ولد، بس انا من جوه بحبك برضو زي ما انا. فبيبص يون حواليها وانتوا بتصوروا مقلب حد يقول لي؟ فبتقول له انت طول عمرك بتتمنى يكون لك اخ، اعتبرني اخوك بشكل مؤقت. وبتقول له اسالني اي حاجه لو مش مصدق، وبتحكي له امتى اتقابلنا واول مره جبت لي ورد، حتى الحسنه اللي في صدرك عارفه مكانها. فبيقوم يقفش في الواد ويكين فين ياض انت، وبيوقعه على الارض
بتعترف عملت ايه في كيم، وبيحذروا انه هياخدوا للشرطة، لكنها بتاخده توريله الوشم مع اختها علشان يصدق، وبتقول له اختها ان ده يبقى اخت كيم، وبرضه يون مش مقتنع. ولما بيخرج بتطلع وراه كيم وبيقول له يون انه محتاج شوية وقت علشان يستوعب الموضوع، وبيمشي يون وسرحان في تفكيره، وبيفتكر كيم وهي بنت لما شافها اول مرة. ساعتها كان مستني بنت في موعد مدبر وافتكرها هي، وهي كمان قابلته بالغلط على اساس انه واحد تاني، فقامت بسرعة من كتر الاحراج، لكنه طلع وراها ووقع في حبها من الوهلة الاولى، وبيفتكر كل الذكريات الحلوة اللي بتجمعهم. وتاني يوم بيروح يون بيت كيهم وبيفكر يعلمه الحلاقة علشان ما يبوظش وش حبيبته لما يرجع بنت، لكنه بيسيب أدوات الحلاقة وبيمشي بسرعة. فبيقرر يرجع تاني بعدها، وبيقرب منه كيم يلا هنعمل ايه، وبيبدأ يون يشرح له يحط فوم الحلاقة ازاي، لكن كيم وهي بتحلق دقنها بتعور نفسها، وبيبدأ يون يعلمها ازاي تحلق دقنها. ولما بيقرب منها بيقول لنفسه يخرب بيتك وانتي ولد حلوة برضه، ولما حب يمشي قفشت فيه خليك ناكل مع بعض، وبيتسهوك الواد نفس سهوكة البنت، لكنه مش قادر يتعامل وهو شايف حبيبته شاب قدامه ويا تسيب ايدي، لكن مفيش فايدة فبيضطر يقعد ياكل. ولما بيروح الشغل بيقعد مع صاحبه سكر وبيقول له تعمل ايه لو حبيبتك اتحولت لولد ده، فبيقول له انت مجنون ولا ايه، لكنه بياخده على قد عقله وبيقول له لو حبيبتي اتحولت لولد هسألها لو في حاجة حصلت غريبة قبل ما تتحول، اكيد لو عرفنا السبب ممكن نرجعها بنت تاني. وبيعرفه انه لو ما وصلش الحل تبقى الطريقة الوحيدة قبلة. فيوني بيجيله ايرور ابوسها ازاي وهي راجل، وبعدها بيطلع على بيتها وبتقول له ايه اللي جايبك في الوقت المتأخر ده، وبيكون يوني ناوي احم معاها لكنه ما بيقدرش يعملها، فبيمشي وحزين جدا ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم بتروح كيم تشوف امها اللي شغالة حلاقة، ولسه هتمشي امها بتقفشها وبتقول لها اكيد انت جاي تحلق يا عسل انت، لكنها بتتوتر وبتمشي بسرعة وبتقعد تفكر مع نفسها. وفجأة بتقف واحدة وبتقول لها انا شايف فيك بذرة ممثل، وبتسيب له الكارت لو عجبه الموضوع يكلمها. والبنات بتشوفه بتتصور معاه، ولما بتروح بتصور نفسها وبتبعت الصورة ليونا. ولما شافها بقى هيموت مش عارف يعمل ايه. وفي نفس الوقت كيم بتروح تعمل شوبينج وجري على مستحضرات التجميل، اي بنت بتعمل كده، ولسه هتحط روج بتفتكر انها ولد ده. وفجأة صاحبتها يوري بتبعت لها وازاي يا واطية انت تنسي عيد ميلادي، فبتطلع عليها جارية. ولما بتفتح يوري بتلاقي شاب فبتدخل بسرعة، هو انا سكرانة بس ازاي ده انا لسه ما فتحتش الازازة، وبتتشيك وبتطلع له وعلى طول بيقول لها على رمز صداقتهم من 15 سنة وهي الدودة، وبتفتكر لما كانوا صغيرين وواقفين قدام دودة. ولما بيدخلوا بتعمل له اختبار للذكريات اللي بينهم، وفعلا بتحل البنت كل الأسئلة صح، وبتتأكد يوري انه يبقى صاحبتها كيهم، وبتقول لها يوري ما تزعليش حتى وانت شاب قمر، وبتفضل تتلزق فيها، فبتقول لها تلمي انا صاحبتك. وفي نفس الوقت بيحاول يوني يتدرب على الاحم مع صاحبه، لكنه بيلاقي الموضوع مستحيل. وتاني يوم بيقابل كيم وبيعتذر لها وبتعرض عليه يبقوا اصدقاء لحد ما يرجع بنت تاني، وبيروحوا يلعبوا مع بعض وبتبقى متفوقة عليه جدا وفي كل الالعاب كانت محترفة. ولما بيخرجوا بره بيديها مكنة حلاقة كهرباء واحلقي بيها دقنك بقى علشان ما تعوريش نفسك. وبتقطع عليهم اخت يونا وبتعرف كيم نفسها على انها صديقة يونا، والبنت اخته فقدت النطق من حلاوة الولا. وفي البيت اخته بتديله ورقة يحلها، فبيقول لها يا بنتي ده انت في ثانوية عامة، لحد امتى هفضل اجاوب لك، لكن الاسئلة بتكون كلها عن صاحبه السكر. فبيروح لحبيبته وبيديها الورقة تجاوب على الاسئلة، وبعدين بيرجعها لاخته وبيقول لها بعيد عن شنبك تكراشي على صاحبي، وبيخرج بسرعة. وفي نفس الوقت يوري بتدي كتاب لكيم وبتعرفها ان ده هيساعدها في علاقتها مع يونا، وبتقول لها يوري انها قرأت منشورها في المجلة، فحاولت كيم تنكر لكنها ما عرفتش.
وبدأت يوري إنها تشرح لها إزاي تحافظ على حبها مع يون حتى وهي في هيئة راجل، وإنها تقابله وهي خارجة من الحمام وتغري وحاجات زي كده. وبعدها على طول فتحت الباب ليون وهي خارجة من الحمام وبتقول له شوف جسمي سخن إزاي، لكنه ولا هنا. ولما غمزت له قال لها هو في حاجة عينك وجعاكي ولا إيه؟ وبعد الأكل لاحظ يون إنه اتأخر، فعرضت عليه كيم إنه يبات عندها، لكنه بيعتذر وبيخرج. وتاني يوم في الشغل صاحبه بيطلب منه يحضر معاه موعد غرامي، لكنه بيرفض على دخلة كيم اللي بيعرفها يون لصاحبه على إنها صديقه. فبيقفش في كيم أنت اللي هتساعدني، لكنها بترفض وبيقول ليون بص بقى أنا ما عنديش غيرك، كده كده البنت من نوعك المفضل. فبتغير عليه كيم وبتقول لصديقه سكر أنا موافق أروح معاك. وفعلا بيتقابلوا بالليل، وبعدها بيعرف بالتليفون إن الموعد اتلغى، فبيتضايق جدا وبيروح يشرب وكيم معاه. وبتبدأ كيم تنصحه يهتم باللي حواليه بس وما يديش مشاعره لناس ما تستاهلهاش. وبعدها قامت تدخل الحمام ومن غير ما تاخد بالها دخلت حمام البنات. ولما بيعرف يوني ان كيم هتبات عند صاحبه سكر بيروح لهم جارية، ولما بيفتح بيلاقيه قالع فبيتعصب جدا عملت ايه يا وسخ. ولما لقي كيم نايمة راح نام وسطيهم. ولما صحي تاني يوم لقى كيم رجعت بنت تاني ويا فرج الله. ولما صاحبه قام راح مغطي وشها بسرعة وشالها ومخبيها في البطانية، وكمان ضرب صاحبه قبل ما يشوفها وطلع بيها على المستشفى. ولما بتصحى انا ايه اللي جابني هنا وبتحسس كده حست انها بنت ففرحت جدا. وفي البيت بيكلمها فيديو لكن اخته بتقطع عليه، ولما بتدخل بتكلمه بغرابة وبتكون فهمت غلط ومفكرة انه بيحب صاحبه وبعد عني يا هبلانتي. وفي نفس الوقت اخت كيم مع اصحابها وبيضايقوها لان ما عندهاش حبيب لحد دلوقتي، فبتقول لهم فشهر ده انا حبيبي ولا القمر. وبتوريهم صور اختها وهي راجل وبتكون صورتها لها من غير ما تاخد بالها، لكنهم ما صدقوش واتصلوا عليه فيديو نتأكد. فغيرت اسم اختها على التليفون واتصلت لقيت اختها رجعت بنت وكان موقفها محرج جدا. وتاني يوم بتصحى تتأكد انها لسه بنت وبتبعت صورة لحبيبها وهي بتستحمى ولسه بيقول الف حمد وشكر لك يا رب عدت عربية وغرقته مية. وفي نفس الوقت اختها بتطمن انها بقت بنت بجد وبتقول لها يون طبعا انت زعلان اني رجعت بنت، انت كنت واكلاني بعينيكي وانا ولد. فبتتحرج اختها وبتمشي. وبعد شوية بتوصل امهم على بيتهم وبتزعلهم على منظر البيت والتلاجة، اما لو ما كنتوش بنتين سبتوا لي الولاد ده. ولما بتدخل الحمام بتلاقي ملابس ولاد ومكانت حلاقة، فبتقعد تقرر بناتها ومن فيكو بيجيب راجل على البيت. ولسه الكبيرة هتقول الحقيقة وقفتها كيم وقالت ان اختها عندها حبيب. والاب جري بيندهش جدا ويلا ورينا صورته داري قرونك يا حاجة. وعلى الاكل بتقول لها كنا قلنا الحقيقة ما انتي خلاص رجعتي بنتي تاني. فبتفتكر كيم لما شافت امها بتعيط من فترة على بناتها، وبعدها بتروح كيم لصاحبتها يوري وبيحتفلوا سوا انها رجعت بنت. وبعدها يوني بتجيله رسالة من كيم وبتقوله انها لقت بيضة بسفرين وبدأت تقلق لا ترجع بنت تاني. فطلع جري على بيتها والحمد لله لقاها لسه بنت. وبيقعدوا يعملوا احم احم، وبالليل كلمها قبل ما يناموا. وتاني يوم لقيته واقف مع بنت ودي تبقى سوزي وقطعت عليهم. فبيعرفها يون على كيم وانها حبيبته، فبتقول له سوزي سبتك سنة لقيتك حبت غيري وشكلها كده عينيها من يون وربنا يستر. وبتعزمهم على حفلة الترحيب بيها وبتعامل سوزي يون بطريقة تخلي كيم تتضايق، وفعلا بتمشي متضايقة وجاري يون وراها يراضيها. وبتقف سوزي مع زميلها وبيقول لها مش كنتي ناوية انك ما تعمليش حفلة ترحيب، لكن سوزي انا يا ابني. وبيحاول يون يصالح كيم وكل ما يجيب سيرة سوزي بتتضايق وبتروح تدور على ملابس تحضر بيها الحفلة، وبيبقى ما فيش حاجة عاجبة اختها لحد ما يستقروا على طقم شيك. وبيوصل يون على الحفلة وبعد شوية بيروح الحمام وبتلاحظ سوزي ان كيم بترن على تليفون يون اللي نسيه، فبتفتح الخط وبتقول كلام يضايق كيم. وفي اللحظة دي كيم بتتفاجئ انها اتحولت لراجل تاني وبتبقى مش عارفة تعمل ايه، وبتتصل على سكر صاحب يون وبتقابله تاخد منه ملابس وبيروحوا الاتنين على حفلة.
وكيم كانت هتاكلها بسنانها، وبيسألها سكر هو انت تعرفي سوزي، ويون سكران ومقضيها رقص ولا هو هنا. ولما بيشوف يون كيم بيتفاجئ انت ازاي وامتى تاني، وفجأة بيقول لها الحمد لله على السلامة يا صاحبي وحشني. وبتشيل كيم يون وبتروحوا على بيته، والواد بيكون سكران ومش حاسس باللي بيعمله، واخته الصغيرة بتصور والله لازل امك. وبعدها امه بتسنده تدخله غرفته فبيرجع على كتفها. وتاني يوم ابوه بيصحيه يقوم يدهل وبيقول له صاحبك ساعدك وكمان حماك امبارح، فبيتصدم الولا وكان هيموت من الاحراج. وتاني يوم بتكون اختها في الباص وبتشوف شاب وهو نازل بيخبط فيها، وبتشوف كتاب وقع منه، وعلى طول بتفتكر وقت الدراسة وزميلها اللي كان بيدرس نفس المادة، وبتكتشف انه هو زميلها القديم. اما يون فبيبعت رسالة لكيم لكن ما بتردش عليه، فبتدخل عليه اخته بيتفرجوا على الفيديو اللي صورتهوله، وبيكون عك الدنيا خالص مع كيم. وتاني يوم بيتقابلوا وبتقول له كيم ان ده احسن مكان ننهي فيه علاقتنا، لكنه بيقول لها يلا نلعب جيمز. وفعلا بيروحوا يلعبوا، وبيقول لها انه مش هيقدر ينهي علاقتهم، وفي الوقت الحالي خلينا نتعامل مع الموضوع. وتاني يوم كيم بتتخانق مع اختها رايا، وبتكون رايا عايزاها تمثل قدام اهلها انها حبيبها بما انها هي اللي دبستها في الحوار ده، وغصب عنها بتوافق وبتروح معاها. واهلها بيرحبوا بالواد جدا وبيكونوا محضرين لهم وليمة، وبتكون الام شايفة ان كيم شاب مز وقمر وكل يا حبيبي كل مطرح ما يسري يمري. وفجأة الاب قرر يتصل على بنته كيم، لكن رايا خطفت التليفون بسرعة، وكيم اللقمة بتقف في زورها لما بيجيبوا سيرة الجواز. وفي نفس الوقت يوني بيحاول يصالح امه لكنها مش طايقاه. اما كيم فبتكون هتطقم من اختها، وفجأة امها كانت هتقع من على الكرسي، فكيم بيلحقها وبيقول لها مش قلتلك يا ماما ما تحطيش الكاسات عليا كده، هو انت يا بابا مش قلتلك تغير الكرسي؟ وبكده كيم العبيطة كشفت نفسها، وبتقعد الام مع كيم لوحدهم، وبتواسي الام كيم على الموقف اللي هي فيه، لكن كيم بتقول لها انها اكيد في النهاية هترجع لطبيعتها تاني. وبنعرف ان امها حصل معاها نفس الحوار، وبتروح امها تزور ابوها وبيقول لها لازم تعرف كيم الحقيقة كاملة وان ده مصيرها المحتوم. وفي نفس الوقت يون قاعد مع سكر صاحبه وبيسأله يون بتحب الطعام اللي بيعمله كيم ولا بتحب كيم نفسه؟ قال له سكر بحب الاتنين، وبيكون الاتنين معزومين عند كيم، وكيم مع صاحبتها يوري وبتقول لها يوري ظبطي البيت كويس قبل ما يجوا. وطبعا العبيطة ما عملتش حاجة وجري على البيت وبتلم كل الصور وبتظبط كل حاجة. ولما بيوصلوا سكر بيقفش في كيم ويون وسع كده حيلك حيلك، ولما بيدخلوا كانوا هيتخانقوا من ريحة البرفان. وبعدين بيقول لهم كيم ممكن تقرأوا المجلات عقبال ما جهز الطعام، وبيقوم يحضر بنفسه. ولما بيشوفوا يون بيفتكر وقت ما كانت بنت، وعلى الأكل يون بيأكل سكر علشان يبطل أسئلة شوية. ووقتها الجرس بيرن وبتطلع صاحبتها يوري، وأول ما بتقعد سكر بيتريق على نضارتها، وبعدها بتلخبط كيم في الكلام لكن يوري بتغطي وراها. وبعد الأكل بيقعدوا يشربوا وبيسكر سكر وبيلزق لكيم، ويون هيموت من الغيرة. ووقتها يون بيكب الكاتشب على كيم، فبتروح تغير هدومها وساعتها بتدخل لها يوري وبتبلم لما بتشوف جسم الواد الرياضي، لكن لما بيشوفهم يون بتتكسف كيم يا بنت انتوا ولاد زي بعض، هو الاي كيو واقع ولا ايه؟ وبعدها بيخرج يون يروح، وبترجع كيم وصاحبتها البيت، وساعتها بيتخيل يون ايه اللي ممكن يحصل بين بنت وولد ده. في الوقت ده بنشوف رايا واقفة سرحانة في الشارع، وبالصدفة بيعدي سوق زميلها القديم وبيطلب منها ولاعة، وبتتفاجئ رايا لما بتشوفه وبيسلموا على بعض. ولما بتروح بتحكي لكيم ويوري اللي حصل. وتاني يوم يون بيكون في ندوة وفي شخص بيعجب بالبحث اللي عمله، وبيوصل كيم بعد شوية لكن ما بيلاقيش حد. ولما بيدور على يون بيلاقيه قاعد بياكل مع سوزي، ولما بيقوموا بيلاقوه واقف، وبتقوله سوزي ايوه انت صاحب يون عارفاك اتقابلنا في النادي قبل كده. وطبعا ما تعرفش ان ده يبقى كيم، لكن فجأة بيمشي كيم وجاري وراه يون وبياكل الاكل اللي حضرهوله. وبالليل بيحتفلوا بنجاح الندوة، وبيقوم يون يتصل على حبيبته كيم وما خلصش كلامه معاها بيغمى عليه، وعلى طول كيم جاري على المستشفى. وبيوصل اهل يون بعدها وبيكونوا مفكرين ان كيم هو السبب، لكن سوزي بتقول لهم ان كيم لسه واصل
وإن يون أغمى عليه بسبب عسر الهضم في الحفلة. وبتعرف سوزي نفسها على إنها حبيبة يون، وأمه يا ما شاء الله انت زي القمر. فبيتضايق كيم وبيقول بس أنا صديقه وأعرف إنك مش حبيبته. وبتقول له سوزي انت إيه اللي مضايقك، هو انت حبيبته؟ فبتأكد لهم سوزي إنها لو مش حبيبته دلوقتي فهتبقى حبيبته بعدين. وطبعا كيم ما سكتتلهاش وقالت قدام الكل إنها تبقى حبيبته كيم، والكل بيتفاجئ من الكلام ده. ولما بتفكر كيم في اللي عملته قالت لهم أنا لقيتكوا قلقانين فقلت أهزر أفككوا شوية. وساعتها بيفوق يونا وبيلاحظ كيم إن الأهل مهتمين بسوزي فبيمشي بسرعة، لكن يون بيخرج وراه. ولما بيشوفوا انت ايه اللي خرجك وانت تعبان، وبعد شوية بتشوفوا قاهرة اللحظات وبتقطع خلوتهم. وتاني يوم بيروح يون يشوف سوزي وبيقعدوا يشربوا قهوة وبيشكرها على مساعدتها امبارح. فبتقول له اوعى تكون بتشكرني بكوباية القهوة دي بس كده، دي فيها عزومة. وبيوافق يعزمها بعد السكشن، لكن الحظ السيء بيوصل كيم. والله الله البت هتشقط الولا ولا ايه؟ وبيسمعها بتقول له علاقتك بصاحبك كيم مريبة شوية، بس بيضحك عليها بكلمتين. وكيم واقفة هتموت من الغيرة، فبيروح على طول يقطع حديثهم وبيبص لسوزي بقرف وبعد يا حرامية الرجالة. وبتبدأ مشادة بالكلام بين كيم وسوزي، ويونا حيران منهم وبتقول له سوزي بر عنك انت يا يونا. فبياخد يون كيم بدل ما يولعوا في بعض. تسكت سوزي بتقفش في دراع يونا ورايحة معاكو، وماسكين في الولا مسكة حرامي. وفي الكافيه بيتخانقوا مين هيقعد جنب يونا، فبيقرر يون ان محدش هيقعد جنبه. وعلى الاكل بيتنافسوا مين يحط شطة اكتر. وبعدها بيقعد يون مع كيم لوحديهم، وكيم هيموت من كتر اكل الشطة. ولما بيشوف يون بيفتكر كيم وهي بنت وبيبقى نفسه ياخدها في حضنه تاني. وبعدها كيم بيمسح بقايا الطعام اللي على بق يون، فبيقول له يون ما ينفعش كده، الناس شايفانا اتنين رجاله. وفي نفس الوقت بنشوف سوق بيكلم امه وبتقول له بص يا ابني ما تجيش البيت الا ومعاك خطيبتك. وبعدها بينزل يقابل مديرة يون وبتديله ساعة هدية لانه اتأخر عليها في المقابلة اللي فاتت. وفجأة البت بتديله سكر والواد بيبقى مكسوف جدا ويا واكس على الرجالة، ده انت لو في مصر كانوا قطعوكي سكر. في الوقت ده بيروح يون يقابل رايا اخت كيم وبتقول له اوعى تكون جايلي وناوي تقطع علاقتك باختي. وبتعرفه ان حياتها صعبة وهي ولد، حتى تعاملها مع اصدقائها اختلف. وبيبقى يون بيفكر في الوضع اللي هو فيه. وبعدها بيروح لاخته المدرسة وبيكون جايب لها الكريم اللي كان نفسها فيه، وبتسأله من امتى الرقة دي، اخلص عايز ايه؟ وبتديله الشنطة وشيل يا رقيقة. وبالليل بيقف يون مع كيم وبيدربه يقول ايه قدام اهله. واول ما بيدخلوا كيم بيدخل الكلام في بعضه، فبتقول له ام يون خفف على نفسك وتعامل عادي. لكن اخته بتقول هو مش محتاج، هما متآمرين في حاجة مع بعض. ولما بيقعدوا بتقول الام لكيم ان بنتها عمرها ما ذاكرت وفجأة طلبت مدرس خصوصي، وطبعا مش هنلاقي احسن منك انت. وبيبقى كيم في ورطة. ولما بيخرجوا بيفضل يون يضحك على كيم وبيبقى كيم متضايق منه جدا. لكن فجأة بيجيله تليفون وبيروح جري لصاحبته يوري الكافيه، وهناك بتكون سكرانة جدا وبتكلمهم على موعدها المدبر. وكان شاب صغير في الأربعين كده وحاجة تقرف، واتصدمت لما شافته وفي نص كلامها نامت. فبيشيلها كيم يروحها على البيت. ولما صحيت تاني يوم افتكرت اللي حصل، وكمان لقيت كيم بيحضر أكل وبيقعدوا ياكلوا. وتاني يوم بيكون يون في الشغل وبتدخل عليه كيم البنت، لكنه كان بيتخيل وبياخد سكر كيم بالحضن صاحبي اللي وحشني. ولما بيقعدوا بيطلب كيم من سكر يمثل انه حبيب يوري ليوم واحد، لكن سكر بيوقفه قدام المراية ومين ممكن يلعب الدور ده احسن منك انت يا قمر. وبالليل بيخرج كيم من الحمام وبتشوفه رايا وبتقول له يا نهار قمر يخرب بيتك يا ريت تفضلي ولد على طول. وبالليل بيكون حفلة عيد ميلاد صديقة يوري وبتعرف يوري على صاحبتها. وبيوصل الراجل بتاع الموعد المدبر الاربعيني وبتقول لا صاحبتها اتجوز ده بيحبك، وبيبقى عايز ياخدها يعزمها على اكلة ماعز. لكن بيوصل كيم والكل بينبهر بحلاوته وبيقدم نفسه للكل على انه حبيب يوري. فبيمشي الراجل
الراجل الأربعيني متضايق جدا، وعلشان يوري شكلها وحش قدام أصحابها بيقول كيم إنه حب من طرف واحد. وفي نفس الوقت يون قاعد بيتفرج على صور كيم وبتخيل إنها داخلة عليه، لكن اللي دخلت كانت سوزي. وكيم عمال يمثل إنه بيحب يوري وكل البنات هتاكل الولا بعينيهم، لكن صاحبتها بتبقى حاسة إن في حاجة غلط. في نفس الوقت يوري بتزعق لكيم وفرضا حبيتك أعمل إيه أنا دلوقتي، وبتعرفه إنها طول الوقت بتحاول ما تقعش في حبه. أما يون فقاعد مع سوزي والبنت حالفة لا تشقط الولا ومش هحل أمك. وكالعادة كيم بتوصل في الوقت الغلط وبتبقى مصدومة لما شافتهم بيبتسموا لبعض، وبيبقى قلبها وجعها جدا. ولحد هنا بينتهي البارت الأول. ولو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد الملخص عجبكم، فياريت تعملوا لي لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوا الجزء التاني قريبا. مع السلامة.